السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في مطبخ نورة برهم. النهاردة هنعمل عصير جديد من مشروبات رمضانية ومشروبات مغذية جدا ومفيدة. يعني مفيدة وقيمة الغذائية فيها عالية جدا. لو ولادك ما بيشربوش اللبن وعايزة تخليهم يشربوا اللبن، هيشربوا اللبن عن طريق الوصفة ديت. الوصفة دي هنعمل حاجة اسمها سموزي بالفواكه، هيبقى مانجا وفراولة وموز. لو حابه تشوفي الوصفه دي اتعملت ازاي، يا ريت تابعيني لاخر الفيديو عشان تشوفي الوصفه اتعملت ازاي. ولو عجبك الفيديو يا ريت تعملي اشتراك للقناه وتفعلي زر الجرس، تعملي لايك عشان خاطر يوصلك كل ما هو جديد. مكونات معانا بتاعه السموزي، انا عندي كذا نوع. انا هعمل موز وهعمل مانجا وهعمل فراوله. كل الحاجات دي انا مفرزاها طبعا عشان تبقى بديل للتلج. ومعايا لبن، معايا سكر، معايا كريم جانتيه. كريم جانتيه هيديني نعومه اثناء في العصير نفسه او في السموزي نفسه، يبقى طعمه تحسي ان هو واخد طعم كريمي كده. او في حاجه انت مش عارفاها لما بتشربيه بره في المحلات بيبقى حاطين نسبه كريم جانتيه او حاطين ايس كريم. انا عندي كريم جانتيه خام، انا هحط بدل الايس كريم احط كريم جانتيه خام، اديله طعم احلى وفي نفس الوقت بيديله قوام حلو. هنبدا الاول بالموز. بحاول اجيب الموز المستوي بالشكل ده كده عشان بيديني طعم حلو وبقى فيه نسبة السكر عالية جدا، بيخليني بتغاضى جدا ان انا احط سكر في السموزي او في العصير الموز بالشكل ده كده. حطينا قيمة 4 صوابع موز، هحط معاهم معلقتين صغيرين كريم جانتيه خام بدون سكر. هبدأ اضيف، مش هحط سكر لان الموز مسكر. هضيف كوباية لبن 200 ملي. هنضرب بقى مع بعض السموزي الموز بالشكل ده. انا حاطه هنا جيلي فراوله في الكوبايه كده عشان يدور شكل جمالي وفي نفس الوقت بيدي طعم حلو. هبدا ان انا اصب فيها كده على طول، جاهز للتقديم. القوام بتاعه كريمي. في نفس الجهاز اللي خلطت فيه هخلط فيه برضو المانجا، مش هغسله لان الموز اصلا مش هيبان طبعا، وفي نفس الوقت مكانه لبن. هبدا ان انا انزل بالمانجا كده. المانجا دي متفرزه اللي احنا فرزناها مع بعض السنه دي، جميله اهي زي ما انتم شايفين ولونها حلو كانها لسه جايه دلوقتي. هنبدا نحط معلقتين كبار كريم جانتيه كده. احط طبعا المانجا بتبقى فيها سنه مزازه شويه، عايزه سكر. هبدا احط 4 معالق سكر. لو الناس بتحب السكر زياده ده حسب الرغبه يعني. برضو هحط كوبايتين حليب. هخلط كل ده مع بعض. خلصنا المانجا وده بقى القوام بتاعها كده. هنبدا ان احنا نصب في الكوبايات بتاعتنا. تالت نوع هنعمله مع بعض الفراوله. قيمه كوبايه فراوله متفرزه. بدل ما استخدم تلج انا بحط الفواكه في الفريزر، بتتعامل معاملة التلج كأن فيها تلج بالظبط بدل ما استخدم ميه. هنستخدم معاها 6 معالق صغيرة سكر، وهاخد معاها معلقتين صغيرين كريم جانتيه. ممكن نستخدم كمان ايس كريم فراولة وايس كريم فانيليا. هاخد كوباية ونص لبن. وبكده يكون انتهينا من وصفة النهاردة، سموزي الفواكه المانجا والفراولة والموز. يا ريت ينال اعجابكم. لو عجبكم النهاردة الفيديو يا ريت تعملوا اشتراك للقناة، فعلوا زر الجرس، تعملوا لايك عشان يوصلك كل ما هو جديد. وبالهنا والشفا.